تقييمات لعيبه النادي الاهلي: محمد الشناوي 5/10، ما راحتلوش حاجه خطر. مرعي 7/10، ياسين مرعي. محمد هاني 7/10. محمد هاني على فكره الفتره دي بيعمل عرضيات جامده جدا، بس هو مفيش الفرود اللي يخلص. الاهلي يا جماعه يفضل يعاني من فكره ان وسام ابو علي مشي، عشان لما كنا بنقول كده كان اهلاويه يقول لك انت وسام ابو علي مين؟ انت عندك محمد شريف، وتبدا بقى تسمع اسامي. يا عم احنا بنتكلم في حته وانت بتكلمني في حته تانية خالص، زي بالظبط كاني بتكلم في موضوع وانت بتكلمني في موضوع تاني خالص. بقول لك وسام ابو علي، تقول لي محمد شريف، وتقول لي جراديشار، وتقول لي الاهلي هيفضل يدفع ضريبه ان وسام ابو علي مشي لحد ما يجيب مدير فني بنفس الستايل ونفس الاداء. كوكا 2/10. كوكا ده انا ما اعرفش هو بيعمل ايه في النادي الاهلي، ما اعرفش. بس لا، واللي يجنن ان كل ماتش بيلعب اساسي. يعني طب في ايه حلو بيلعب عشانه اساسي؟ ما اعرفش. ياسر ابراهيم 5/10. مروان عطيه 8/10. نجم الفتره دي كلها مروان عطيه، هو النجم الوحيد بتاع النادي الاهلي. ديانج 6/10. لما طلع ونزل لما طلع امبارح ونزل محمد شكري، حسينا ان نص الملعب بتاع الاهلي ضاع بقى. خلاص بقينا نشوف بقى المصري بيهاجم ودغمون بيخترق، وبقت فيها هجمات خطر للمصري. اي نعم ما توصلش لدرجه الفرص التهديفيه، لكن بقينا بنشوفهم في نص الملعب الاهلي بكل اريحيه. فديانج لما طلع عمل مشكله كبيره. تريزيجيه 4/10. تريزيجيه بيعمل مجهود جامد جدا على فكره في الماتش. مش لعيب ما بيأديش، بيلعب، بس لعيب سلبي. لعيب فكره ان انا صاحب الكره دي واخد الكره لسه زي ما جه وهي دي طريقه لعبه. زي ما جه من اول ما جه من الاحتراف، وهو اداؤه مع الاهلي انا جاي انا صاحب الكوره. لازم حد يقعد معاه يا جماعه ويوصل له انه هي لعبه جماعيه مش لعبه فرديه خالص. فان انت تاخد الكوره وتفضل درجن كده زي اخونا زيزو، صعب جدا، صعب. انت المفروض انت بتوزع لعب، بتطلع لعيبه، بتعمل جمل. وريني ان انت ابن النادي في ادائك في الملعب. مش كل كوره عايز انا اللي هنقذ الفرقه وانا اللي. انت مش المنقذ يا عم. او الانقاذ مش كده، الانقاذ مش ان انت تكره الناس في الكوره. انت جمهور الاهلي، لو الكلام ده ما بيوصلكش يعني يا رب يوصل لك. انت جمهور الاهلي قاعد تتفرج على الماتش، انت كل ما الكوره تيجي في رجلك مش تاخد بص كلام على كيفك يعني. فما تكرهش الناس في الكوره. انت كرهت الناس ان انت جاي، يعني الناس كانت فرحانه بيك اول ما جيت. ما انت واحده واحده بتكرههم ان تريزيجيه جه، وتريزيجيه ليه يجي وما كناش محتاجينه، وبقينا نسمع كلام ما كانش بيقوله الجمهور الاهلي. بس انت بفضل ادائك العظيم السيء جدا وصلت الناس للمرحله دي. زيزو على فكره بيعمل مجهود برضه، بس هو مش موفق. زيزو من اول ما راح الاهلي انا كراجل زملكاوي شايف ان هو ملوش مكان في الاهلي، او مش ملوش مكان. هو طبعا مفيش حد هيبقى نجم زي زيزو وجاي لك في صفقه انتقال حر وانت هترفضه، مفيش كده، انا متفاهم ده. بس الفكره ان انت لما جبته برضو انت جبته عليت مرتبات اللعيبه. تاني حاجه المردود بتاعه في الملعب ده بقى توفيق وعدمه. المردود بتاعه في الملعب مش على قد مستوى ضجه الصفقه. يعني جمهور الاهلي بقى بيقول عليه طاهر محمد طاهر 0/10. طاهر محمد طاهر ده يعني حاجه غريبه جدا. الاهلي على كل الصفقات اللي عملها وعلى كل الضجات اللي اتعملت على الصفقات ولاعيبه جديده وناس رايحه وناس ماشيه واداره بينتخبوها وكل الحاجات، والغريب ان محمد طاهر ده لسه بيلعب في النادي الاهلي. لعيب لا ليه مردود فني، ولا ليه مردود بدني، ولا تحس ان انت بتلعب ناقص واحد. ف علامه استفهام كبيره على طاهر محمد طاهر. مع ان جت عليه فتره كان نجم، لما جت الصفقات وكده بيختفي. فعلامه استفهام بصراحه. جرادي شار ده من اللعيبه اللي ما تعديش من قدام سور النادي الاهلي، اللي ما تمشيش. يعني مثلا لو رايح مكان جنب النادي الاهلي ما ينفعش يعدي من هناك. بس اهو لما بنقول كده الناس انت زملكاوي، وانت والله يا جماعه ما لها علاقه باي زملكاوي ولا باي اهلاوي. لعيب تعبان جدا 0/10. كورتين جون. لعيب شكله ما يعني ما بيعرفش يروح على الجون. ما ده في كور يا راجل يروح واحد على واحد
تلاقيه لف الدائري وطلع المحور وشاف حد تاني جاي من ورا ويروح بصاله. هو لعيب مش موهوب، لازم يمشي. وانا مستغرب ان كل الفتره دي هو قاعد في النادي الاهلي. ولما اسامه ابو علي مشي اسمع ان في جراديشار. جراديشار مين يا جدعان؟ جراديشار مين؟ قفشه زيرو. قفشه ده لازم برضو يعني ياخد جراديشار في ايده ويتكلوا على الله. هم وكوكا يعني الثلاثي دول، كوكا وجراديشار وقفشه لازم ياخدوا بعض كده، وطاهر محمد طاهر الاربعه. وطاهر محمد طاهر ياخدوا ايديهم في ايد بعض كده، ويطلعوا من قدام النادي الاهلي، يعدوا السكه ويكملوا، شوف بقى يروح حته ثانيه. لان الاربعه دول سلبيين قوي مع النادي الاهلي. قفشه لا بينزل يغير لك ماتش، ولا يوزع لك لعب، ولا في لعيبه كده بتلعب ما بفهمش والله العظيم. يعني بن شرقي امبارح لما نزل 2 من 10 نازل. هو طبعا بن شرقي من نوعيه يا جماعه عشان تبقوا فاهمين برضه، عشان ده كان عندنا فده ابننا احنا نقول لك تمشي معاه ازاي. بن شرقي من نوعيه اللعيبه اللي ما تحبش حد يدبدب وراه. يعني عامه اللعيب المهاري كده مش عايز حد يخنقه، مش عايز حد يضايقه، مش عايز. دايما عامل زي المطرب كده، اللي هو لازم باله يبقى رايق، لازم اموره تبقى هاديه. ما ينفعش انت بقى رايح جايب له حد بحجم تريزيجيه، يا انت يا هو، مش هيديك. الافضل للنادي الاهلي في الفتره دي ريح لي تريزيجيه شويه. حتى تريزيجيه لما بتلعبه نص ملعب هو غصب عنه، دي طريقه لعبه، بيروح ناحيه بن شرقي. فلازم تريزيجيه يريح شويه، يبقى بديل لبن شرقي. ده لو عايز تشوف نسخه حلوه من بن شرقي. زيزو زيزو 3 من 10. على فكره زيزو بيعمل مجهود جامد في الملعب، بس مفيش انتاجيه ليه؟ لانه لسه مش موفق. لسه اول سنه ليه مع الاهلي. على فكره زيزو بدا يقول مع في الزمالك بقى في تاني سنه، فممكن يحصل ده في الاهلي. بس نرجع ونقول زيزو مش من نوعيه اللعيبه اللي هتشيل لك فرقه. هو مش بن شرقي. يعني بن شرقي يشيل لك فرقه في عز ما انت الفريق بتاعك واقع مش شايف. بن شرقي يطلعك من الماتش كسبان. لكن زيزو لازم تبقى الفرقه كلها كويسه عشان يبان. يعني مثلا يبقى عندك فيرويد زي من نوعيه اسامه ابو علي، من نوعيه مصطفى محمد، عشان خاطر عرضياته تترجم لاهداف. لكن زيزو يخش يخترق واحد على واحد، لا هو سريع يعني يقضيها طول الماتش درجن 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 درجن. اكتر من كده ما تاخدش منه. لكن فكره يعدي لك واحد على واحد، الفاولات ممكن شويه، هو ليه مميزات كتير، بس برضه مش ده اللعيب اللي انت بحجم الصفقه اللي انت يعني انت كنت عامل ضجه كبيره قوي اول ما جبته. والله مش ده اللعيب اللي يحصل عليه الضجه دي كلها، لانه لعيب في الاخر مش حريف. مواصفاته لعيب جيد، جيد مش اكتر من كده. لكن حريف زي اشرف بن شرقي لا. طيب انت حاطط له فيرويد زي جراديشار، راجل لا بيطلع ياخد براسه ولا يعني انت بتلعب بجراديشار ده انت ناقص واحد. طيب انت مستني ايه من زيزو؟ لا ما انت معلش انت ما فهمتش بقى قبل ما تجيبه. هو مش هيديك اكتر من كده. ما عندهوش. هو مش عنده كسلان او عنده بخلان، لا ما عندهوش. تختم في الاخر بضربه جزاء اللي ضيعها. ده طبعا العالم كله بيضيع. بس انا في حاجه غريبه، هو ضربه الجزاء هو ليه لعبها زي العرضيه كانه بيرفع عرضيه؟ كانت ممكن تخش وكل حاجه، بس التكنيك نفسه بتاع ضربه الجزاء وهو بيلعبه غريب جدا. غريب يعني، اللي هو بيحطها بكل ثقه وبيجري. ده هو كان بيجري يحتفل على فكره، ده هو اتفاجئ ان هي جت في العارضه.